الراجل عمل عربية صغيرة بتتفتح وتتقفل علشان يبيع سجق مشوي قدام باب المدرسة، ولأنه كان البياع الوحيد اللي واقف هناك شغله كبر بسرعة كبيرة. بس بعد شوية الإدارة عرفت وخدوا بالهم إن اللي بيعمله مش صح قوي. الراجل على طول جهز نفسه يلم حاجته ويمشي، إنما الطلبة ما كانوش مبسوطين. راحوا للإدارة وقالوا إن السجق بتاعه نظيف وصحي لازم يفضل. ولما شافوا رد فعل الطلبة الإدارة قررت تديله فرصة. بعدها على طول واحد من المسؤولين جه بنفسه للبسطة، طلب سجق وجربه، وأول ما داق لقمة اعترف إن السجق طعمه حلو فعلا. الراجل بدأ يشرح إن هو ومراته بيختاروا المكونات بعناية علشان الطلبة ما يتعبوش والتركيز يكون أعلى ومحدش يتعب من أكلها. بس وهو لسه مقنع الإدارة جه واحد قال إن عامل توصيل أكل الكانتين اتصاب. أول ما الراجل سمع كده فهم إن دي فرصته، عرض عليهم إنه هو اللي يتولى توصيل أكل الكانتين بدل العامل. المسؤول فكر شوية وبعد تفكير كتير قال يختبره الأول. وبعد أسبوع ولما لقى الراجل عملي وملتزم جدا وافق في الآخر إنه يبيع السجق، بس مش قدام باب المدرسة. وعلشان يوفر للطلبة أكل بعد المدرسة الإدارة وجهت له دعوة رسمية إنه يبيع سجقه جوه الكانتين.